افتح كده اليوتيوب، اشوف لنا شورت كده ماشي، ولا كام فيديو كده دقيقة يعني. والله يا عم الوقت بقى بيعدي بسرعة. تخيل كده ان انا في الدقيقة الواحدة اللي انا كنت شايف فيها بس فيديو واحد بقالي ساعتين. انا كنت بشوف الفيديو الساعة واحدة بقت الساعة 3. حاجة أعجوبة الصراحة، حاجة عجيبة. هقولك، احنا دايما بنحس ان الوقت بيطير، بس ليه؟ وليه في ناس بتلحق تعمل حاجات كتيرة جدا في يومها، وناس تانية تحس ان اليوم عندها بيخلص من غير ما تعمل اي حاجة، من غير ما تعمل حتى الواجب بتاع العربي اللي عليها بكرة. تعالوا نكتشف السر. مشتتات في كل حتة ماشي. ليه الوقت بيضيع اصلا؟ الموبايل والسوشيال ميديا والالعاب والمسلسلات والافلام. المسلسلات بالذات في رمضان ما عندهاش حل. هقولك على حاجة بقى. قلنا الموبايل والسوشيال ميديا والألعاب والمسلسلات والأفلام، حاجات كتيرة بتسرق الوقت منا من غير ما نحس. هل عمرك فتحت الموبايل 5 دقايق بس؟ ماشي، عمرك؟ بعدين فجأة لقيت نفسك قعدت ساعتين، زي ما أنا دلوقتي فتحته دقيقة اليوتيوب عدى ساعتين. ده لأن التطبيقات مصممة ماشي عشان تخليك تفضل عليها أطول وقت ممكن. يعني إيه؟ يعني هما يعملوا لك مثلا لعبة زي بابجي، أنت تقعد تخسر فيها وتقعد ساعة 2 3 4 قاعد بتخسر وتقول والله العظيم لا هكسب، تقعد تلعب، فبيبقى في منافسة. فأنت أصلا في عقلك بتكون تحدي لنفسك، لا أنا مش قايم من على الموبايل الكمبيوتر التاب أي حاجة غير لما أكسب الجيم بابجي. وحتى لو كسبته هتقول انا هلعب التاني، انا هلعب التالت، انا هلعب الرابع. انا كنت بعمل كده، بس بقى بعدين عرفت اعمل الحاجات ديت فما عدتش بلعب ببجي كتير زي الاول ومسحتها. طبعا اي حد بيلعب ببجي دلوقتي هيبقى زعلان مني. الكسل والتأجيل هعملها بعد شوية، مش هعملها خالص. ده اللي انت بتعمله في اغلب الاحيان. يعني مثلا تقوم جاي قايل انا النهارده الساعة 8 ماشي قبل ما انام هعمل واجب الرياضة والعلوم والعربي، فتقعد هقعد بس على الموبايل يومها 5 دقايق والله هقوم اعملها. 5 دقايق تبقى 10 دقايق، 10 دقايق تبقى نص ساعة، نص ساعة تبقى ساعة، ساعة 2 3 يلا يلا يا أنس عشان تدخل تنام. خلاص مش هعملها خالص، مش هعملها بقى النهاردة. بكرة بقى هبقى أعملها وهبقى أفضل تقعد تأجل 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 لغاية يومها، وبعدين تبقى تقعد تعمل الواجب زي الفائل قبل الدرس. في أغلب الأحيان أنت بتعمل كده، مش كل الناس بتعمل كده. يعني مش بقول إن كل الناس بتعمل كده، أنا بقول بعض الناس بتعمل كده، مش كل الناس ماشي. وبرضه في حاجات انت بتنجزها صح بتستغل فيها الوقت صح، وفي حاجات لا، على حسب بقى انت بتعمل ايه. كل ما تأجل الحاجة عقلك بياخدها ماشي على انها حاجة مش مستعجلة يعني ماشي، وبيفضل يلاقي حجج عشان ما يعملهاش دلوقتي. زي مثلا انك انت مش، لا انا مش هعمل دلوقتي الواجب بقى، انا اصلا ده تعبانة والله لسه متعوق. بس هو عادي يعني، ازاي اذاكر؟ همسك القلم ازاي؟ ده هتوجعني. مش دلوقتي مش دلوقتي كده، فاهم؟ عدم التخطيط، لو مش عارف هتعمل ايه اكيد هتضيع وقتك في اي حاجه ملهاش لازمه. يعني ايه؟ يعني انت المفروض مثلا النهارده الخميس بالليل قبل ما تنام تعمل جدول ليوم الجمعه، تنفذ الجدول ده بالحرف، بالحرف، ولا تزود حاجه ولا تنقص حاجه. الجمعه بالليل تعمل جدول ليوم السبت، السبت بالليل تعمل جدول ليوم الحد، الحد بالليل تعمل جدول ليوم الاثنين، الاثنين بالليل تعمل جدول يوم التلات، وتفضل هكذا ماشي. ممكن تكتبها في ورقه، ممكن تعملها في النوتة بتاعه الموبايل ماشي. مثلا لو عندك 3 مهمات في اليوم ماشي ومحددتش اولوياتك، ممكن تقعد تفكر وقت طويل جدا قبل ما تبدا. انا هبدا اذاكر عربي ولا اذاكر رياضه ولا اذاكر علوم؟ العربي هتاخد مني ساعة، والعلوم ممكن تاخد مني نص ساعة مذاكرة قبلها، مذاكرة الدرس، وساعة مذاكرة المفهوم عشان عندي امتحان. والرياضة والرياضة تاخد نص ساعة مذاكرة المكعب والمربع والمثلث.
هيبقى عدى نص ساعه. انت اصلا لو انت يبقى انت ساعه ونص وانت قاعد بتفكر كان زمانك عملت واجب الاهلي والعربي والرياضه. انت مش عارف كده تستغل الوقت. فبيقول لك ممكن تقعد تفكر وقت طويل جدا جدا قبل ما تبدا. فبالتالي لما تيجي اصلا تعمل اعمل ايه بقى؟ فبيقول لك عدم ملاحظه ضياع الوقت. يعني ايه؟ جرب تسجل وقتك لمده يوم واحد. اي حاجه انت بتستعملها تسجلها على النوتة او في الموبايل، نوتة على زي ما قلت لك تكتب ملاحظاتك في ورقه او حاجه. ماشي. فبيقول لك وشوف ازاي بتستخدمها، يعني ازاي بتستخدم الحاجه دي. ماشي. هتتفاجئ انك بتضيع ساعات في حاجات مش مفيده. ماشي. ازاي تلحق تعمل كل حاجه في يومك؟ ابدا بالمهام السهله الاول. ليه؟ لما تبدا بحاجات بسيطه عقلك هيتحمس يكمل. ازاي؟ يعني مثلا لو انا دلوقتي قمت جايب لك مساله رياضه 2 زائد 2، هتقوم جاي اعملها تساوي 4. 4 زائد 4 8. طب 8 ناقص 2 6. 9 ناقص 2 7. 5 زائد 1 6. فلما اقوم جاي مثلا قايل لك بقى 9 في 8، هتقوم جاي تقعد تفكر 9 في 8 لازم أنا اقولها له عشان ابقى انا كده قلت حاجات كتيره. 9 في 8 اخدها في جدول الضرب 72. صح. فبالتالي هتبدا تتحمس. ماشي. فلما تتحمس هتبدا تعمل حاجات اكتر 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 اكتر. ماشي. بيقول لك مثلا بدل ما تقول لازم اخلص كل مذاكرتي، ابدا بصفحه واحده بس، وبعدها هتلاقي نفسك مستمر بدات تعمل صفحه 2 3 4 5. استخدم تقنيه بومودرو. ماشي. تقنيه بومودرو معناها تشتغل 25 دقيقه بتركيز وبعدها تاخد راحه 5 دقايق. كرر ده 4 مرات وبعدها خد راحه اطول 15 او 30 دقيقه. يعني ايه؟ هتقولي ان كل الدقايق دخلت في بعضها. هفهمك يعني ايه. يعني تذاكر عربي 25 دقيقة، بعدين تقوم جاي مثلا قايم 5 دقايق راحة ما تعملش فيهم أي حاجة. بس ما تقوليش الراحة ديت هتمسك الموبايل. لو مسكت الموبايل عقلك بالتالي هيبدأ يتشتت وبرضه هتضيع وقتك بالغلط. يعني انت بالغلط مش هتاخد بالك. ازاي؟ يعني انا مثلا قاعد بسمع فيديو عن بتاعت مثلا لعبة بابجي، فالفيديو كان 5 دقايق مثلا، لقيت فجأة بعديه كده قام جايب لك على طول إعلان وقام جايب لك فيديو عن لعبة روبلوكس ربع ساعة. قام جاي بعد ده قام جايب لك تحدي بتاع أكل. فبالتالي أنت مخك هيبدأ مش هياخد باله من الوقت. بس خد راحة ما تعملش فيها أي حاجة. تقعد بقى تعمل مثلا عندك مثلا ايه اقول لك ايه، اعمل فيها اي حاجه. اي حاجه اي حاجه غير انك انت تمسك الموبايل او تتعرض لشاشات الكترونيه عموما. ماشي. ممكن تقعد زي ما انا قاعد كده 5 دقايق قاعد كده. مثلا ممكن تستغل الوقت ده في حاجة جميلة. كل 5 دقايق في الخمس دقايق دول تقرأ صفحة من قصة مثلا انت متابعها مثلا. ماشي. بس ما تمسكش اي شاشة. كرر ده 4 مرات. يعني اقعد ساعة. ماشي. خد من النوم تلت ساعة راحة. ازاي؟ قلت لك كل 25 دقيقة. لا مش كل ساعة بقى. اشتغل 25 دقيقة 5 دقايق 25 دقيقة 5 دقايق، يعني 10 دقايق في الساعة. ماشي. وبعد الساعة ديت خد راحة أطول 15 ل 30 دقيقة. بس أحسن 15 دقيقة عشان برضه يبقى عقلك لسه شغال. وما تمسكش الموبايل ما تمسكش الموبايل ما تمسكش الموبايل. أكد اتعصبت. رتب أولوياتك. إزاي؟ مش لازم تعمل كل حاجة ماشي في نفس الوقت. الأهم إنك تركز على الحاجات اللي تفرق معاك فعلا. وجرب تكتب 3 حاجات مهمة لازم تعملها في اليوم وخليهم هم الأساس. قلل الموبايل شوية. يعني ايه؟ جرب تقلل وقت السوشيال ميديا ولو نص ساعة في اليوم. هتتفاجئ بالوقت اللي هيوفره ليك. ازاي؟ هقول لك مثلا الفيديو ده هيبقى طويل قوي. هقول لك مثلا يعني انت دلوقتي ماسك الموبايل، بتمسك الموبايل في اليوم ب6 ساعات. ابدأ قللها بالتدريج. مش عايزك تقوم جاي فجأة خد يا مال الموبايل ما عادش هستخدمه. مش هتعرف. اول يوم مش هتعرف. مش هتعرف خالص. لكن لو بدأت تعمل تدريج 6 ساعات 5 ساعات. يعني ازاي؟ يعني مثلا اقعد 3 ايام 6 ساعات، 3 ايام 5 ساعات، 3 ايام 4 ساعات، 3 ايام ساعتين، 3 ايام ساعة واقطع الموبايل. فاهم؟ انا صراحة عملت الحوار ده قبل كده بس قطعته على طول
والنتيجة صراحة ما كانتش جميلة خالص خالص. قطعته أسبوعين بس النتيجة ما كانتش جميلة خالص خالص عشان قطعته على طول. قطعته على طول. ماشي. استخدم تطبيقات بتتحدد لك لوقت معين لكل برنامج. يعني ايه؟ يعني مثلا قول عشان ما تفضلش ماسك الموبايل طول اليوم. ازاي؟ مثلا هقعد النهارده على انا مثلا هقول مثلا ان انا اقعد على اليوتيوب نص ساعه، وافتح الكاميرا اسجل ساعه مثلا، واقعد انظم المونتاج والحاجات ديت نص ساعه. فانا كده ابقى انا في ساعتين خلصت كل حاجه على الموبايل بس. فتبقى انت كده خلصت كل حاجه على الموبايل النهارده. ده عنك بقى بتختلف. عادات بسيطة هتخليك تنجز أكتر. اصحى بدري حتى لو نص ساعة بس قبل ميعادك المعتاد. ازاي؟ يعني انت بتصحى الساعة، يعني انت مثلا بتنام الساعة 10 وتصحى الساعة 6؟ لا، نام الساعة 10 وتصحى الساعة 5. تبقى انت نمت لك 7 ساعات. صح؟ 7 ساعات؟ اه 7 ساعات. ماشي؟ ولو انت مش بتعرف تنام على طول فممكن بقى تنام الساعة 9، فانت تدخل على السرير 9 ولما تنام تبقى في 10. الصبح هو أكتر وقت تكون فيه طاقتك عالية جدا. جرب تستغله في حاجات مفيدة. يعني أنا عن نفسي بعد الامتحانات بتاعت آخر السنة للسنة اللي فاتت كان في وقت ممكن أول شهر ونص كنت بنام فيه الساعة تلقائي كده أهو، تلقائي عشان كنت متعود بنام الساعة 10 وأصحى الساعة 7. تلقائي من غير ما أظبط منبه أو أي حاجة كنت بنام الساعة 10 وأصحى الساعة 7. ماشي؟ 10 أصحى 7 الشهر كامل. أنا مش هعمل إيه، منبه هو اللي بيصحيني. دماغي اتعودت إن أنا بصحى كده. كنت بعمل كل واجباتي وكل حاجتي، يعني مش واجباتي اللي هو واجب، لا، كنت بعمل كل حاجتي اللي هو مثلا اقعد اقرا كتاب، اقرا قصه قصدي كده. فاهمين؟ فاقول لك حدد اهدافك قبل ما تنام زي ما انا قلت لك. ماشي؟ هيخلي يومك اسرع واسهل. جرب تكتب الحاجات اللي عايز تعملها بدل ما تعتمد على ذاكرتك. ممكن تستخدم النوتة او حتى تكتبها في تطبيق على الموبايل او في ورقه، او تلزقها مثلا على حته ورقه كبيره وتكتب فيها، بس مش هتبقى حلوه قوي يعني. ماشي؟ قلل تشتت قد ما تقدر. لو بتشتغل او بتذاكر حاول تكون في مكان هادي وابعد عن الموبايل عنك. يعني انا دلوقتي قاعد سامع صوت، لا، ليه؟ عشان انا قاعد في اوضتي ومفيش حد اصلا قاعد في الشقه غير انا وماما. فكده كده اصلا مفيش صوت. فاهم؟ يعني دلوقتي اهوت مفيش اي صوت. ليه؟ عشان قاعد في مكان هادي جدا جدا. ممكن برضه تبقى تروح المكتبات العامة، الكافيه، لا بلاش كافيه عشان ساعات بيبقى دوشة، فروح المكتبات العامة مثلا. ولو دخلت مثلا أوضة زي ديت عشان تذاكر ما تحطش الموبايل جنبك. ما تحطش الموبايل جنبك وما تبصش في الساعة على قد ما تقدر. ما تبصش في الساعة على قد ما تقدر. كل يوم خصص وقت بسيط لحاجة بتحبها. يعني مثلا أنا بحب الرسم، الساعة من 5 ل5:30 أقعد أرسم، عشان ما تحسش انك غرقان في الشغل بس. لا، زي الرياضة، القراءة مثلا، او حتى الخروج مع اصحابك، بس برضه ما تطولش. تحدي اليوم. التحدي جرب تطبق حاجة واحدة بس من اللي قلناها لمدة 24 ساعة. ممكن تقلل من وقت الموبايل او تستخدم تقنية بومودورو. ماشي؟ او تبدأ يومك بنص ساعة مفيدة وبعدها ارجع وقول لنا في الكومنتات نجحت ولا لا، وايه اكتر حاجه ساعدتك. ماشي؟ واحنا دلوقتي ايه اكتر حاجه بتضيع وقتك كل يوم؟ اكتب لنا في الكومنتات. وايه الحاجه اللي نفسك تلحق تعملها؟ اكتبوا لي في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان تساعدوا غيركم. صاحبكم الفاشل اللي بيقعد يقول لك تعالى نلعب جيم ببجي ابعت له الفيديو ده. وانا بكلمك يا فاشل، صاحبك بعت لك الفيديو ده عشان انت فاشل. ماشي؟ وعشان غيركم يقدر يستغل الوقت صح. ونشوفكم الفيديو الجاي. يلا سلام. الفيديو طويل قوي.